السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه كل حبايبي واخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب يا رب يجعله شهر مبارك على الأمة المسلمة كلها. بصوا بقى، احنا عملنا المخللات بقى الجميلة بتاعت رمضان، وتعالي شوفي هنعملها ازاي. ودي كده أنا بعد ما خلصتها، ويا رب يا رب الوصفة تعجبكم، ولو عجبتكم قوموا على طول اعملوها، لان خلاص رمضان على الابواب وما عادش وقت. ليه تشتري المخلل من بره؟ ما انت ممكن تعمليه في بيتك وبأنضف طريقة. بصي، عملت المخللات الجميلة بتاعتي، عملت الخيار بالفلفل، بصي، وعملت الجزر الجميل بتاعنا. بصي شكله جميل ازاي، وما خدش معايا وقت. وطبعا عملنا القرنبيط زي ما انت شايفة كده. بصي، املي بيتك من خيرات ربنا. وبص، عملنا الليمون المعصفر. بصوا يا جماله، والله العظيم حاجات جميلة ومعمولة في البيت بطريقة نظيفة، وكفاية ان انت بس ايه، يعني عارفة نظافة بيتك ايه. بصوا، وعملت طبعا اللفت بالطريقة دي زي ما انت شايفاها. يا رب يا رب وصفتي النهاردة تعجبك، ولو عجبتك قومي على طول اعمليها، ما تستنيش. بجد بجد وصفة جميلة، وبتعملي حاجات لأولادك نظيفة ما تعرفيش بره بيعكوا بيعملوا ايه، لكن لما تعملي حاجتك في بيتك بتبقى أنضف من بره بكتير. واللي أول مرة يشوفني ويتابعني، أنا إبداعات ومطبخ أم هاجر. اوعي تنسيني باللايك الجميل بتاعتك على القناة، شير كومنت حلو منك كده ليا، وأرجو أرجو يعني تشيروا الفيديو. تمام كده. بصي بقى، انا قمت الصبح قلت لازم انزل السوق اجيب الحاجات الجميله دي واعمل المخلل عشان خاطر رمضان. بص، انا جبت القرنبيط وجبت اللفت. عايزه اقول لك اللفت رخيص، التلاته ب10. وصراحه الليمون هو اللي غالي شويه، الليمون ب50 جنيه كيلو، بس يلا بقى احنا عملناه وهو غالي بس مش مهم. تمام. وجبنا الخيار بتاعنا والفلفل الجميل. تعالي بقى اقول لك هنعمل ازاي. بص، احنا هنجيب الليمون كده ونشقه كده ايه بالطريقه دي. ايوه كده، نجيب الليمونيه كده ونشقها بالطريقه دي كده. طبعا بتكوني حاطه ميه تغلي معاكي على ما تقطعي الليمون بتاعك. بص، عملت الكميه بتاعتي بالطريقه زي ما انت شايفه كده، والميه خلاص السخنه بتاعتي خلاص غليت. هنزل بقى بالليمون بتاعي في الميه. تمام كده، نزلت بالكميه بتاعتي كده في الميه. يعني ارجو ارجو يعني اللي بيشوف الفيديو يعمل له مشاركه. تمام كده. جبت بقى ايه بعد ما حطيت الليمون بتاعي السلق، قمت جايبه بقى الجزر بتاعي بشراه، وجبت العصفر بتاعي، وجبت حبة البركة. تمام كده. واقوم بقى ايه مقلبة كده الخلطة كده على بعضها. تعالي بقى كده ايه، نبص على الليمون بتاعنا نشوفه كده. الليمون بتاعنا خلاص بيستوي. تعالي بقى نطلعه كده من المية. هنطلعه كده خلاص من المية، خلاص كده هو برد بتاعنا كده، والليمون برد. تعالي بقى ايه نحشيه بقى بالخلطة الجميلة دي، الجزر والعصفر وحبة البركة. هنحشيه كده بالطريقة دي كده. بص، سهل وبسيط، وبجد تعملي حاجة في بيتك جميلة لأولادك. عندك عزومات، عندك أي حاجة، ليه بقى تتصلي بجوزك وتقول هات لنا معاك مخلل وانت جاي والكلام ده؟ لا، قومي اعمليه في بيتك، وبصي وبأقل الأسعار. عملت الكمية بتاعتي كده بقى كده خلاص. بقى كده ايه اجيب البرطمان بتاعي طبعا معقماه، وانزل بقى بالليمون بتاعي كده في البرطمان. عملت اللايك ولا لسه يا ترى؟ اوعي تنسيني باللايك بالله عليكي. ويا ريت يا ريت تشاركوا الفيديو، يا ريت، فضلا وليس امرا. نزلت كده بالكميه بتاعتي كده،
بص الليمون وجماله. كده نزلت بالكمية بتاعتي. طبعا هحط بقى ايه كام فص كده من التوم، وهجيب بقى مطرح العصفر هحط بقى ايه مية دافية، وهحط الملح بتاعي وهدوق الملح اشوف بقى الحدق بتاعي ايه مظبوط ولا لأ. دوق كده شوية مية وشوفي. تمام كده، كده ملحه مظبوط. هجيب بقى المية الجميلة بتاعتي دي وهنزل بقى ايه في البرطمان كده. تمام كده، هو عايز شوية مية صغيرة كده. زودت شوية مية كده خلاص. كده بقى ايه، هجيب كيس بلاستيك وهقفل عليه. بصي بعد ما حطيت الكيس شلت الكيس تاني على بس ما اخلص تصوير، وهرجع الاكياس تاني عشان طبعا المنظر والشكل في التصوير. تمام كده. بص شكله وجماله والله العظيم جميل جدا ومخدش معايا وقت، ووصفة سهلة وبسيطة. تعالي بقى نعمل بقى ايه المخلل بتاع الخيار. هجيب الخيار بتاعي هشقه كده بالطريقة دي كده. لو انت حابة تحطي الخيار بتاعك سليم ماشي، بس انا ايه قطعته كده افضل. وحطيته كده في البرطمان. هنزل بشوية ملح، شوية خل، تمام كده. هنزل بقى بالمية بتاعتي كده على الخيار. زي ما انت شايفة كده، دي الكمية بتاعتي. كده خلصنا الخيار، كده عملنا الليمون والخيار. بص وانا عملت حبة البركة كده، لو انت مش حابة ما تحطيش، بس انا احط كده ايه شوية يعني يدي منظر. تمام. تعالي بقى نعمل القرنبيط بتاعنا الجميل ده. انا عايزة اقول لك القرنبيطة دي انا جبتها ب10 جنيه. تمام كده، هقطعها كده من النص اشيل كده العروق بتاعها وافكها كده من بعضها. انا مش عايزاها كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، يعني متوسطة كده. تمام كده، قطعت الكمية بتاعتي. هاخده بقى تحت الحنفية وهغسله. غسلته. زي ما انت شايفة اجيب بقى البرطمان بتاعي وهنزل بقى كده ايه بالكمية بتاعتي في البرطمان. بصي هو بيبقى هايش، اضغطي كده تحت عشان ايه برطمانك يكفي. كده عملت الكمية بتاعتي. تعالي بقى نحضر الخلطة بتاعته. انا معايا فلفل ومعايا توم، وهجيب كده الكبة بتاعتي وهضربهم في الكبة. لو ما عندكيش كبة اعملي في الخلاط عادي، لو ما عندكيش الخلاط بايظ برضو اعملي في الهون. معاكي كل الحلول. بصي بقى طحنته كده في الكبة شكله جميل اللهم بارك. هنزل كده بمعلقتين بالملح، وبرضو هندوق الملح بتاعنا يكون مظبوط. وهنزل كده ايه عصر كده ليمونة كده على المية. تمام كده. هحط شوية خل، معلقتين خل كده، وهقلب كده الليمون مع الخل مع الملح. وهجيب الخلطة الجميلة بتاعتي دي وهنزل كده في المية ونقلب كده تقلبتين. عايزة اقولك ريحة المية جميلة جدا. هحط بقى بشرة كده ايه من البنجر عشان يبقى احمر معايا. تمام كده بقى ايه افضي كده بقى ايه المية بتاعتي كده على القرنبيط. بصي اللهم بارك والله العظيم جميل جدا جدا وما خدش معايا وقت. بصي وشكله، وعايزه اقول لك ريحته تجنن تجنن. كفايه انك عامله حاجتك في البيت وعارفه انت عاملاها ازاي. ما تعرفيش بره بيعملوا يا جماعه الحاجه ازاي. احنا بنشوف فيديوهات يعني استغفر الله العظيم بيكرهونا في الاكل. فاحسن حاجه تعملي حاجتك في بيتك بايدك انت.
كده خلصنا. نيجي بقى على الايه، الليفت بتاعنا الجميل ده. طبعا انا غسلاه من الطين، واقشره بالطريقه دي كده. هشيل كده العروق بتاعته دي كده. هقشر بس كده القشر بتاعي ده. طبعا مش هشيل اللون البنفسجي ده، عشان ده اللي هيعمل لون في الميه. بص هشيل العروق بس كده، ايه اللي قدامك دي، تجردي كده بالطريقه دي كده. بصي هنضفه بالطريقه دي كده. نضفت الكميه بتاعتي، هجيبه كده واقوم قطعها كده بالطريقه دي. بصي المفروض يبقى عندنا قطاعه بتاعت المخلل اللي هي مشرشره دي، بس صراحه انا ما عنديش، فانا بعمل بالسكينه عادي يعني. ما عندكيش القطاعه زي ما عامله كده، اعملي بالسكينه عادي خالص، مش هنقف على حاجه ان شاء الله. وقطعته كده بالطريقه دي. بصي هتقطعيه بالطريقه دي كده. بصي اليومين دول اللفت رخيص، التلاتة ب10. انزلي وما تكسليش، وهاتي كده ايه، ب20 30 جنيه هتعملي شوية مخلل في بيتك وفي منتهى الجمال. بص انا غسلته تحت الحنفية كده. هجيب بقى ايه البرطمان بتاعي، وهنزل كده بالكمية كده في البرطمان. بس طبعا تغسليه، يكون فيه طينة ولا حاجة لازم تغسليه برضو. انا غسلاه قبل وبعد. عايزة اقولك ان البرطمان طلع كبير على الكمية بتاعتي، وبعدت ان انا ايه اكمل. بعدت اجيب تاني عشان اكمل البرطمان، لاني ما حبيتش شكله كده هو فاضي، فانا بعدت اجيب. بعد ما خلصت كده الليفت بتاعي قلت ايه ده، لا لا مش عاجبني الشكل ده. حاسه ان هو فاضي كده. قلت لها تعالي يا جنة روحي هاتيلي بسرعه ونكمل البرطمان. والله جابت لي وجت على طول وكملنا البرطمان، وهتشوفيه دلوقتي. بص عملت كده البنجر بتاعي في الميه مع الملح. تمام كده. وهنفضي بقى الميه بتاعتنا كده على الايه، على الليفت. المفروض اعمل بالكوبايه كده، بس صراحه يعني الواحد ساعات دماغه ما بتشتغلش. عملت الكميه بتاعتي، حسيت برضو البرطمان كده فاضي فمرتحتش، بعدت اجيب على طول واكمل البرطمان بتاعي. وهوريكم برضو بعد ما كملت. هنقلب تقليبه كده ونرجه كده. يلا نعمل ايه بقى اخر حاجه، الجزر. عملنا الكمية بتاعتنا زي ما انت شايفة. اوعي تنسيني باللايك الجميل بتاعك، حطي اللايك، ويا ريت يا ريت تعملي لاختك كده ايه، كومنت حلو كده، شيري الفيديو بالله عليكي، شجعيني. هجيب بقى الجزر بتاعي الجميل ده. وافضل يكون الجزر كبير مش صغير، لان الكبير ما بيبقاش مسكر قوي زي الصغير. احنا مش عايزينه مسكر قوي، ماشي. هقوم جارده كده بالطريقه دي. وزي ما قلت لك احنا لازم يكون عندنا قطاعه تحت المخلل، بس انا ما عنديش صراحه. بس مالها السكينه، انا عملت بالسكينه وطلع جميل برضو. زي ما انت شايفه كده جربت كده الكميه بتاعتي. تمام. انا ما اعرفش انا كنت بقطعه ما اعرفش. عملنا الصور المختلفه مش عارفه في ايه. بس الصوره هتيجي وانا بقطعه. نزلت كده بشوية الملح بتوعه كده على الجزر. وهسيبه كده ايه ساعتين 3، ينزل كده ميته والسكر بتاع الجزر. بصي بقى جبت الكمية زي ما قلتلك، وقلت اكمل بقى البرطمان. ما عجبنيش كده وهو فاضي، ما عجبنيش مرتحتش. بعدت وجبت قلت اكمل البرطمان بتاعي للاخر. بصي وبعدين كملت البرطمان اهوت. كده شكله احسن صح. بصي بعد ما انا نقعته، ده المية بتاعت الجزر. غسلته بقى تحت الحنفية كده من الملح والسكر بتاعه. ونزلت كده في الطبق. تمام كده. تعالي بقى نعمل ايه، شوية الفلفل عشان نحطهم على ايه الجزر. انا مش عارفة، انا كنت يا جماعة مصورة وانا بقطع الجزر، بس معرفش الفيديو اتمسح ولا ايه، في حاجة غريبة بتحصل. نزلت كده بالفلفل الحلو بتاعي ده. وقمت نازلة كده بالدقة الجميلة دي كده على الجزر. وطبعا حطيت شوية ملح. واقلب كده ايه
الدقة الجميلة بتاعتي دي مع الجزر بتاعي الجميل ده، اللهم بارك. المنظر جميل والريحة أجمل صراحة. بصي بإيدك كده وقلبي كده، قلبي كده الملح كده بالفلفل بكله. تمام كده. هنعمل ايه؟ هنحط بقى الجزر كده في البرطمان بتاعنا. عملت اللايك ولا لسه؟ عملت اللايك؟ اوعي تنسي اللايك. كل سنة وانت طيبة، ويا رب يا رب يجعلها ايام مباركة علينا جميعا يا رب. معايا بقى شوية مية دافيين، هنزل بقى بالملح بتاعي. تمام كده. انا حاطه برضو ملح في الجزر، وهحط ملح في المية، بس مش هكتر الملح يعني. هعصر بقى ليمونة كبيرة كده في المية. تمام كده. ونقلب ونشوف الملح بتاعنا. بصي بقى في الاخر خالص شغلت دماغي وعملت بالكوبايه. طب ما انا كنت شغلت دماغي في كل الفيديوهات، بس ساعات كده الواحد دماغه بتقف كده ساعات. نزلت بالميه بتاعتي. يلا بقى نقفل الغطا ونقلبه كده في بعضه بالخلطه الجميله دي. بص شكله والله العظيم يفتح النفس. يلا قومي بسرعه، انزلي هاتي الحاجات دي واعمليها. يلا على طول انزلي السوق. بصي وخلصتي بقى الكمية بتاعتي الجميلة دي. بصي بقى اللفت، البنجر عامل شغل ومخلي شكله جميل. بصي بقى الليمون المعصفر بتاعنا الجميل بقى، والخيار والفلفل، اللهم بارك. ولا القرنبيط بتاعنا بقى. بصي اقسم بالله شوية مخللات جمال جدا.